في 1999 في جامعة هارفارد جوج باحثين في علم النفس قرروا يديروا واحد التجربة. جابوا مجموعة من المتطوعين وطلبوا منهم يجلسوا يتفرجوا في فيديو قصير فيه قل من دقيقة. الفيديو تيبين 4 الناس، جوج لابسين الابيض وجوج الكحل، وتيباسيو كرة الباسكيت لبعضياتهم. المتطوعين كان مطلوب منهم يركزوا غير مع اللي لابسين الابيض ويحسبوا عدد التمريرات بيناتهم. في وسط الفيديو تيدخل راجل لابس كوستيوم ديال غوريلا تيتمشى وسط اللاعبين وتيتقابل مع الكاميرا ويضرب صدرو بحال كين كونغ لمدة 9 ثواني ويخرج. فاش سالت التجربة كل شيء تقريبا جاوب صح على عدد التمريرات، ولكن منين سولوهم شكون فيكم شاف الغوريلا 50% حلفوا باللي ما كاينش، ومنين عاودوا وراوهم الفيديو تصدموا فيهم كاع اللي اتهم مالين التجربه باللي بدلوا الفيديو تالمون الغوريلا كان واضح وما يمكنش ما يشوفوهش. هاد الظاهره سميتها عمى الانتباه. في هاد الحاله العين تتكون شافت كل شيء ولكن الدماغ ما عطاهاش اهميه وبالتالي ما سجلهاش، حيث ببساطه ما كانش مركز الانتباه. ودابا ملي طرت انتباهك بهاد القصه فيقخا وصحصح معايا، حلقة اليوم راه فيها ألعاب الخفة والسحر. في أي لحظة ممكن تخرج لك شي قنيونة من الإير فراير ولا تبان لك حليمة الفلالي ورايا تتنصب الطنجية وخاف هاد الفيديو خرجت من كوزينتي، أو لا كاع نغفلك باش يدس النوتيلا في الخبز. في 1874 في مدينة بودابست في هنغري تزاد واحد الوليد سميتو إريك فايس في عائلة يهودية مكحطة. باباه كان حاخام وماماه ربة بيت. فاش كانت عنده 4 سنين هاجرت العائلة الأمريكان تقلب على مستقبل أحسن، ولكن الحلم الأمريكي كان كابوس بالنسبة لهم. أرض الفرص كانت سخية بزاف في الوعود وشحيحة في تنفيذها. استقروا في مدينة صغيرة وتيعيشوا نهار بنهارو. الوقت كانت قاصحة والعائلة بزز باش تلقاو ما ياكلوا. وفي عمر 9 سنين إريك خرج يخدم باش يعاون عائلته، باع جورنانات، مسح الصبابط، تسخر في القهاوي، دار أي حاجة ممكن يربح منها شي ريالات باش يفرح ماماه. وسط هاد الواقع القاسي والبؤس كان إريك تيهرب منه لهواية تيحبها ومولوع بها، وهي عالم السحر وألعاب الخفة. عالم فيه ناس تيغبروا قدام الجمهور ويلعبوا بالوراق ويخرجوا من صنادق مسدودة بالسلاسل. بالنسبة للناس الآخرين هادشي كان ترفيه ومتعة، أما بالنسبة لإريك اللي طفولته كلها عايشها محاصر بالواقع والفقر والقهرة، السحر أعطاه أمل أن الهروب ممكن وأن الواقع ممكن يتلعب به. في واحد المرحلة جاتو الفرصة يخدم في السيرك، بدأ يتدرب على الألعاب البهلوانية وينقز ويترطى ويتعلق في الحبال. كانوا عروض بسيطة وفلوسها قليلة، ولكن علمته التوازن والمرونة، والأهم علمته يثيق في قدرات جسمه. وهنا غادي يطيح بين يديه كتاب غيبدل حياته كاملة. هذا الكتاب كان عبارة عن مذكرات الساحر الفرنساوي روبير أودان. إريك انبهر به وعجبو كيفاش هذا الراجل قدر يحول السحر من عروض بسيطة في الحلاقي والسواق الفن فيه جمالية وإبداع وتيتقدم فوق خشبات المسارح الراقية. إريك قرأ الكتاب وعاودوا بزاف المرات ولا بحال التراث بالنسبة لباباه، ومع كل صفحة تعاودها تزيد ترسخ عنده فكرة أن السحر ماشي قوة خارقة بل حرفة وصنعة تتحتاج الإتقان، وباللي الانبهار تيتصنع بحالو بحال أي منتج آخر. من كثرة تأثير الكتاب على إريك بدل سميتو الهوديني كتكريم للساحر الفرنسي، وزاد هاري في الأول باش تولي فيها لمسة أمريكانية. إريك فايس بقى في الوراق الرسمية وهاري هوديني تولد فوق المسرح. في الأول بدأت يتعلم الخدع التقليدية، يلعب بالكارتا، يغبر لي بياس من بلاصة ويبانوا في واحدة أخرى. المهم ألعاب خفة اليد الكلاسيكية. كان تيدوز سوايع طويلة تيتريني ويعاود نفس الحركة حتى تتولي صباعه تتخدم بلا ما يحتاج يفكر. ولكن واخا هاد المجهود كامل بقى مجرد ماجيسيان مزيان، ما فيه حتى حاجة مبهرة ومنه عداد. تيسافر من مدينة لمدينة ويقدم عروض صغيرة في القهاوي والبيران ومرات في السيرك. في هذه الفترة كذلك التحق به خوه ولا تيدير معاه العروض بحال مساعد ديالو. المهم الناس تيتفرجوا تيصفقوا وينساوه مراها مباشرة. ولكن صاحبنا هوديني
ما كانش باغي يكون شخصية سهل تنسى. مع الوقت هوديني فهم باللي الجمهور ما باغيش يشوف ساحر تيجبد قنيونة من الشابو، بنادم باغي الدراما والتشويق والادرينالين، باغي شي حاجة تبهرو وتنسيه ولو لدقائق ملل ورتابة حياته. هنا قرر يلوح الكارتة ويتخصص في حاجة واحدة، وهي الهروب من الأماكن المستحيلة. بدأ يطلب من الناس يكتفوه بالسلاسل والحبال والمنوطات وتيفك راسو ويتحرر منهم بطريقة استعراضية. في الأول باش يدير إشهار لراسو كان تيمشي للكوميساريات ويخلص باش البوليس يمنوطيوه ويسدو عليه في السيلول. بعد ما يكونوا قلبوه وتأكدوا أنه ما هز معاه والو يعاونو يفك راسو، تيسدو عليه ويمشيو دقائق قليلة من بعد تهرب. الناس عجبهم هادشي والصحافة بدأت تكتب عليه لدرجة تحول الموضوع المعركة بين ساحر وهبة المؤسسة. ولا منين تيوصل لشي مدينة جديدة تيلقى البوليس تايتسناوه باغيين يسدو عليه ويثبتوا انه غير كذاب، وهكا تيزيدوه شهرة اكثر. بعد ما تتحضر الصحافة ويتجمعوا الناس تيتأكدوا انهم طرقوا عليه بديمونود حقيقيين ديال البوليس ماشي جابهم معاه، تيسدوا البيبان بسناسل وقفولة صحاح ما تيجيو فين يتلفتوا تسمعوا الغوات والتصفاق قدام الكوميسارية. هوديني فك راسو وسبقهم على برا. إلا تأملنا حياته لحد الساعة غنفهموا باللي هاد الرغبة في الهروب من ديما عايشة في الداخل ديالو كان خاصو غير يلقاها ويعرف يوظفها، ماشي غير كخدعة سحرية بل انعكاس فلسفي لطفولته. هوديني كان ديما تيحاول يهرب نفسيا من صندوق الفقر، من زنزانة الاضطهاد، من سلاسل الهوية والاغتراب. ودابا جا الوقت فين غير رجع هاد الماضي العرض تيبهر الناس ويخليهم يوقفوا يصفقوا ليه. هوديني اكتسب شهرة ولقى المغامرة اللي تتعجب الناس. دابا خاصو يبتكر العرض اللي غيدخلو لعالم الاحتراف، ولكن قبل ما يلقى الخدعة المناسبة القدر فاجئه وصفت له الشريكة المناسبة هو الأول. في 1894 كان تيقدم عرض مع خوه في مسرح صغير. خوه مرض على غفلة وما قدرش يكمل وهما يضطروا يقلبوا على اللي يعوضوا. طلعت مع واحد البنيته سميتها باس تتقدم عروض مع فرقة غنائية في نفس المسرح. دخلات باش تعوض خوه. ليلة واحدة صدقات بقات في جنبه حتى لآخر يوم في حياته. سيمانات قليلة من بعد تزوجوا وولات شاركته في العروض، تتريني معاه، تتراجع معاه، تتعرف كل سر وكل ساروت فين مخبي، ولات هي اللي تتعاونوا باش المستحيل يبان ممكن. بمرور الوقت وزيادة الشهرة ديال هوديني الأسطورة كبرات والصحافة سماتو الرجل المستحيل. ولكن فكان السناسل والقفولة ما بقاش تيبرد القلب للجمهور، خاصهم شي حاجة جديدة تبهرهم اكثر. هنا هوديني غيصاوب الخدعة التاريخية صندوق ديال الدجاج العامر بالماء. ما كانش هو اللي اخترعها، قبل منه ناس جربوا هاد الخدعة، ولكن هو دار لها ريبراندين وزادها طبقة من الدراما. تيجيبوا صندوق ديال الدجاج عامر بالماء تلفم وتيعلقوا هوديني فوقه مربوط من رجليه ويهبطوه للصندوق ويسدوا عليه بالحديد والقفولة. المساعدين موراها تيغطيو الصندوق بتوب كبير وواحد منهم تيوقف شاد فاس في يديه كإشارة باللي لا دازت 2 دقائق وما خرج غيضطروا يهرسوا الدجاج باش يعتقوه. هاد التفاصيل هما اللي خلقوا كاع الفرق. اولا مسألة انهم يربطوه من رجليه ويدلوه في الصندوق بطريقة استعراضية تتبان اكثر خطورة. ثانيا الصندوق ديال الدجاج شفاف، يعني الناس تيشوفوا الما بعينيهم وتيشوفوه ما عنده منين يهرب. وثالثا والاهم فكرة الماء والغرق خوف عالمي عند كاع الناس ما تحتاج تشرح لهم قداش مرعب. منين تيسدوا عليه وعلى طول ديك 2 دقائق الجمهور في القاعة تيحبس النفس، كاين اللي تيغمض عينيه ودقات القلب تتبدا تصارع. علاش هاد التأثير والخوف كامل؟ ياك هما اصلا جايين وعارفين الرسوم داخلين العرض سحري ماشي عملية اعدام. السبب ببساطة هو واحد الميكانيزم سميتو الاستكمال المعرفي. الدماغ ديال البشر تيكره شي حاجة سميتها الفراغ ولا الغموض. منين تيتغطى الصندوق الدماغ ما تيقدرش يبقى جالس مربع يديه، تيولي يخدم بحال مخرج افلام الرعب وتيبدا يعمر الفراغات بسيناريو تيوصف شنو طاري داخل الصندوق. الوقت تيدوز
والدماغ تيتخيل دابا النفس تقطعت، دابا ريتو بدات تتعمر بالماء، دابا تيتركل داخل وتيحس بالموت تتقرب. الدماغ هنا تيكون تيصاوب روابط منطقيه، حيت من كثرة ما الاثاره تتعميه وتاكسيتيه تيرفض فكره انه كاين مخرج ساهل وباللي هادشي كله هو غير عرض سحري. المهم صندوق الماء حقق نجاح كبير ولاو مالين دور العرض تيتسابقوا على هوديني، مطلوب عند الطبقات الارستقراطيه ودار جولات في اوروبا وقدم عروض للعائلات الملكيه والنبلاء ولي دوك منهم حتى الامبراطور الالماني. مع الوقت الجمهور بدا يرجعوا اسطوره عنده قوه خارقه. الحاجه اللي ما كانش تتعجبه كان مصر وتيأكد ديما في تصريحاته باللي ما كاين لا ارواح لا حروزه لا قوى غامضه، موهبته مجرد تدريب وانضباط وفهم دقيق لكيفاش تيخدم الدماغ البشري. ولكن اغلب الناس كانوا تيفضلوا ما يتيقوش واخا يسمعوها من فمو، حيت الفرضيه الاولى امتع. هادشي تيفكرنا في مقوله الساحر العظيم ابولو روبينز اللي تتقول السحر ماشي هو انني نخبي عليك الحاجه، السحر هو انني نخليك انت تقرر ما تشوفهاش. ودابا خاصنا نطرحوا السؤال، الا هوديني واللي بحالو ما عندهمش قوه خارقه اشنو بصح عندهم؟ وباش نفهموا هادي خاصنا نطرحوا سؤال اخر ما عنده علاقه بهم بل عنده علاقه بيك اخا. شحال من حاجه تتشوفها دابا قدام عينيك ما ملاحظهاش؟ شحال من مره كنتي صايق ولقيتي راسك وصلتي للدار بلا ما تفكر اش من طريق شديتي؟ شحال من مره كنتي تقرا في كتاب ساليتي الصفحه واكتشفتي انك ما فهمتي التسلوى؟ شحال من مره كنتي تتفرج في فيلم حتى بانت لك البطله والبطله شابكينها بوسان وما عرفتيش كيفاش داروا ليها ياك غير 10 دقائق هادي كانوا اعداء؟ في كاع هاد الحالات اللي ذكرت عينيك كانوا خدامين ولكن الانتباه كان في بلاصه اخرى. وهذا الشيء اللي عند هوديني والسحرة عموما، عارفين ان دماغك قدراته محدوده وبالتالي تعرفوا يوجهوا انتباهك. في بداية القرن العشرين كان العالم مهووس بالسحر بعد موجات من الأزمات الاقتصادية والأوبئة والحروب، خصوصا الحرب العالمية الأولى. كانت أمريكان وأوروبا تتعيش ترند ديال ما يسمى الروحانيات. السحارة ومشعوذين تيستغلوا حزن العائلات وتيبيعوا لهم جلسات التواصل مع الموتى. بعد ما ملايين الناس فقدوا أفراد من عائلاتهم وحبابهم، طبيعي أنهم إلى لقاو شي حد يقترح عليهم فرصة يتواصلوا أو يسمعوا صوت ولدهم ولا امهم. مرة أخرى ما غاديش يقولوا ليه لا شكرا سمح ليا بغيت نبقى عقلاني، حيث الحزن والفقد من ديما كان أحسن كليان عند النصابين. عام 1913 غيوقع أكبر تحول درامي في حياة هوديني، وهو موت ماماه سيسيليا فايس. كان تيحماق عليها ومن صغره وهي أقرب إنسانة ليه، ديما كانت تدعمه وتشجعه، ومنين نجح وتشهر ما خلا ما دار باش يفرحها ويعوضها على سنوات الفقر والقهر اللي دوزو. حسب الناس اللي كانوا مقربين منه ساعتها تيقولوا باللي تحطم نفسيا وما عمره قدر يتجاوز الصدمة. لأول مرة الراجل اللي بنا كارير على أنه تيقدر يهرب من أي سيلول لقى راسو مسدود عليه في زنزانة الحزن وألم الفقد وما كاين حتى ساروت تيحلها. هنا غيلتاج الجلسات الروحانيين على أمل يلقى عندهم الأجوبة اللي خاصه، ولكن الصدمة كانت قوية فاش اكتشف باللي داكشي غير كذوب وتنصب ترخيصة. كل جلسة مع روحاني جديد تتخليه يفهم القلب أكثر. بدات يلاحظ أن الرسائل اللي توصلوا من العالم الآخر عامرة معلومات عامة أي واحد بشوية الذكاء والتبرقيق يمكن يعرفها، عبارات تتعاود قابلة للتأويل لبزاف المعاني، وهو يعلن عليهم الحرب. وتحول هوديني من ساحر لصياد دجالين، ولا تيحضر الجلسات باش يدير لونكيت ويلقى لي فاي في السيستم. وبما انه ساحر محترف تعرف كاع القوالب وكيفاش تيتم خداع الناس، ما كانش صعيب عليه يكشفهم. الأجهزة السرية وتسجيلات الأصوات طبالي اللي مقادة بطريقة تتخليهم يحركوها برجليهم، المساعدين اللي تيمشيو يجمعوا المعلومات على الكليان قبل ما يجي، وحتى خدعة المونطو فاش بنادم تيدخل الجلسة وياخدوا من عنده مونطوه في الباب على أساس يعلقوه
حتى يسالي. هنا تيقلبوا ليه جيابو ويحاولوا يشوفوا البسطام واش فيه تصاور وديال من والسميات في الوراق. المهم اي معلومه ولو تكون ملوطه ماشي مهم، حيت منين تيتزادوا عليها مؤثرات صوتيه وشمعه تطفى على غفله واخا ما كاينش الريح وصوت التخرشيش جاي من بعيد وطبله تتزعزع بلا ما يقيسها حتى واحد، بنادم اللي اصلا جاي مستعد نفسيا وباغي اللي يكذب عليه ويقول له اي حاجه تخفف عليه دغيا تيتيق. هاد الشيء ما تيحتاجوش يديروا مجهود كبير. هنا هوديني تينوض من وسط الجلسه، يقلب الطبله، تيغوت ويفضحهم ويجيب لهم البوليس ويفرش كل القالب كيفاش مخدوم. هوديني هنا اختار الحقيقه المؤلمه عوض الوهم المريح، ورجع المهمه الاسمى ديال حياته هي يفيق الاخرين من الوهم. كان تيقول للناس انا تنكذب عليكم فوق المسرح باش ننشطكم وتضحكوا، هادو راه تيكذبوا عليكم باش يستغلوا ضعفكم. هاد الدجالين والسحاره والمشعوذين وماليات الكارطه الى اخره ما تيحتاجوش يهاكيو بنادم، حيت الدماغ اصلا فيه واحد الميكانيزم سميتو الانحياز التاكيدي. بنادم تحت تأثير الصدمة العاطفية منين تيعيش حزن عميق أو فقد أو فشل من أي نوع تيولي فراجيل ومستعد يتيق أي حاجة تعطيه أمل ومواساة. تيطفي المنطق والتحليل في مرة وتيولي ياخد أي معلومة عشوائية كدليل قاطع. منين تتجلس قدام المشعوذ وتيبدا يعطيك جمل فاغ بحال الكلمات المتقاطعة، الدماغ هو اللي تيكمل الفراغات في هاد الجمل وتيلقط الحاجة اللي تتوافق القصة اللي كاينة لداخل ديالو. يعني تيلاحظ غير داكشي اللي باغي يتيق وينسى عشرات التفاصيل ما ركباش. وحتى الذاكرة ديالنا تتساهم في هذه العملية، حيث الذاكرة ماشي تسجيل للأحداث. منين تبغي تفكر شي حاجة ما تتجبدهاش لك كيف ما هي بحال تسجيل فيديو ودير ليه بلاي، بالعكس الدماغ تيعاود يبني الذكرى من جديد ماشي غير تيسترجعها. هاد الشيء تيخليك منين تسمع هضرة عامة من مشعوذ ممكن إسقاطها على أي شخص وأي سيتواسيون. الانحياز التأكيدي زائد الذاكرة ديالك تيسدو التقابي وتتحس أن هضرته دقيقة وتنبهر بها، وهو في الحقيقة ما دار حتى مجهود. نفس الهضرة تيقولها لكلشي، دماغك انت اللي خدم كاع الخدمة ضدك. إلا رجعنا آلاف السنين باللور عندك تعترخ في جدك الهومو إريكتوس. المهم غلقوا أن السحر ما عمرو كان غير ترفيه بل شكل من أشكال السلطة. في العصور القديمة السحرة كانوا غالبا لابسين توب الكاهن ولا مستشار الملك ولا العراف ديال القبيلة اللي تيدوي مع الآلهة. من كهنة مصر القديمة الدجالين العصور الوسطى الكنائس والمعابد السيرك المسرح التلفزة ودابا الانترنت. كل عصر تيخترع طريقته الخاصة باش يصنع الدهشة، حيث منين تقدر تخلي الناس يشوفوا شي حاجة ما كايناش ولا يفسروا شي ظاهرة بطريقة تخدم مصلحتك، هنا تتولي عندك قوة وتأثير ما محتاجينش لا جيش ولا سلاح باش تفرضهم. الناس بخاطرهم تيسلموك عقولهم، والدليل أنه حتى منين تقدم العلم وبدا يفسر الظواهر اللي كانوا شحال هادي تعتبروها معجزات، الإنسان ما حبسش تقلاب على السحر والدهشة غير بدل العتبة. نرجعوا لهوديني اللي بقى مستمر في حربه ضد المشعوذين والدجالين وتيدور العالم ويقدم عروضه لآلاف الناس وياخذ التصفيق والاعتراف وشي مرات حتى التقديس. ولكن في كل لقاء صحفي أو تصريح ما تيتراجعش على قناعته الأصلية، ما كاين لا سحر لا جنون لا عيشة لا ميرا. مصر يفكرهم أنه مجرد إنسان نورمال تيتقن حرفة استعراض حاجات أنورمال. عام 1926 في كواليس مسرح في مونريال كندا دخل واحد الوليد طالب في لافاك عند هوديني الكواليس، عبر ليه على قداش تيعجبو يتفرج في داكشي اللي تيدير، وهو يسولو واش بصح تقدر تحمل أي ضربة في كرشك وما تضركش. هوديني ابتسم وجاوبو كل شيء بصح، وقبل ما يستعد ولا يزير على لي زابدو ديالو البرهوش غفلو وعطاه 3 البنيات متابعين لكرشو. هوديني ما بغاش يبين الضعف ديالو قدام الدري وكمدها في قلبه وسكت. خبى حتى على المساعدين ديالو انه تيتألم ورجع طلع للمسرح
باش يكمل العرض. ولكن هاد المرة كاع الخدع السحرية تفرشوا قدام بيولوجيا جسم الإنسان المحدودة. مع الوقت تزاد عليه الحال واضطروا يجريو به للسبيطار. الأطباء لقاو باللي البنيات تسببوا ليه في تمزق حاد في المصرانات زايدة، تفرقعات قبل ما يقدروا يعالجوها، ودارت ليه تسمم في الدم. بقى ناعس في السبيطار، ومراه بأيام قليلة مات هاري هوديني في ليلة الهالوين. نهاية هوديني تتفكرنا بحتمية العشوائية في الكون حسب الفلسفة العبثية اللي تتشوف باللي الوجود ما تيحترمش السيناريوهات الدرامية والإيبيك اللي تنصاوبوا في دماغنا. الراجل اللي كان ما متصرش عليه الموت ولا قوانين الفيزياء، اللي هرب من قاع البحر، من الحباسات، من أقوى السلاسل والقفولة، وحتى من الخرافة، مات بسبب ضربة عشوائية تافهة وغير متوقعة من مراهق تافه في كواليس مظلمة في مدينة بعيدة وتافهة. السيد اللي كان اختصاصه صناعة السيناريوهات المبهرة والتحكم في كاع التفاصيل، سالاها ضحية سيناريو عشوائي كتبو سيناريست يكتب الأعمال الرمضانية. غير هو قصة هوديني ما سالتش هنا. الروحانيين المساخط اللي دوز سنين مطيف معاهم انتقموا منه بانهم رجعوه فوند كوميرس ديالهم. طلقوا الاشاعات انهم تيهضروا معاه وباللي تصيفط لهم الرسائل من العالم الاخر تعتذر منهم على الظلم اللي ظلمهم. وحتى مرتو باس بقات سنين موراه تتشارك في الجلسات سنويا في الذكرى ديالو، ماشي حتى تامن بداك الشيء، ولكن حيت داروا وعد بيناتهم، وعد تيقول انه الا كاينه فعلا طريقه باش بنادم يرجع من الموت، شي باب مزكرم في الجهه الاخرى، شي قفل ما عندوش ساروت، شي طريق سريه، شي قالب او خدعه، هوديني هو انسب واحد يلقاها. قصة هوديني ماشي غير على هوديني، بل حتى على واحد التحليل فلسفي عميق تيخص سيكولوجية الخوف والمتعة. الفلاسفة تيقولوا لك باللي الإنسان تيعاني من رتابة الوجود والحتمية المملة. الحياة العادية عبارة عن روتين قاتل، تتفيق، تتخدم، تتاكل، تتنعس، وتدير حوايج اخرين انا عارفهم وانت عارفهم، سعاد ما محتاجاش تعرفهم. المهم نهارك متوقع وخاضع لقوانين الطبيعة الصارمة. السحر وخصوصا خدع تحدي الموت والهروب تتعطي للدماغ إحساس مؤقت باللي المستحيل ممكن، باللي كاينة إمكانية تكسير القوانين الجامدة. احنا في الحقيقة ما باغيينش نعرفوا الساروت فين مخبي، ما باغيينش نعرفوا قلب الخدعة وكي دار ليها. احنا باغيين نعيشوا اللحظة ديال الرعب والإثارة حتى تحسسنا باللي تنعيشوا شي حاجة خارقة للعادة. في النهاية السحر ما عمرو ما كان على الأرنبات وداك الشيء اللي تيخرجوا من الطرابش. السحر الحقيقي هو اللي تيوقع داخل الدماغ. هوديني واللي بحالو غير طاحوا على الثغرة ورجعوها تجارة تدخل الملايين. أخيرا باش نساليو ونفرقوا هاد الجوقة، الساحر ما تيقلبكش بوحدو، انت ودماغك تتعاونوه بلا ما تحسوا. ونفس هاد الميكانيزمات اللي عند عقلك وتتخليك تنبهر بخدعة ديال الكارطة، هي نفسها الآليات اللي تتخليك تيق الدعاية السياسية، الإشهارات، نظريات المؤامرة، تجار الدين والمؤثرين ديال انستغرام. شركات عملاقة والغوريتمات معقدة وناس أذكى مني ومنك تيدرسوا كيفاش يتنافسوا على انتباهك المحدود، حيت دماغك المعجاز ما تيجريش ديما مورا الحقيقة، بل تيقلب على قصة مريحة. وهما تيعرفوا مزيان يديروا ليك توجيه الانتباه. كلهم تيبغيوك تركز مع اليد اليمنى اللي تتشطح باش ما تشوفش اليسرى اللي تتقاد في الخدعة الحقيقية، غالبا على شكل الصبع الوسطاني. إلا عجبتك لا فيديو ديال لايك، ديال سبسكرايب، ديال اللي قال لك راسك.